صباح الخير أصدقائنا، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله زينين. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الحسين عليه السلام. إن شاء الله يا ربي يعطيكم مرادكم ودوم على خدمة أبا عبد الله. اليوم بديونا راح نطبخ تمن وقيمة لأبا عبد الله. خليكم ويانا انتوا تعرفون المقادير وطريقة العمل، ان شاء الله تعجبكم. اصدقائنا احنا ايش ما نعمل وش ما نسوي لأبا عبد الله هذا يعني ما يوفي حقه اللي ضحى بعياله ونفسه وكل وأمواله وأصحابه وأخوانه وأولاده، يعني ما يجي ذرة من اللي جاي نسوي. يعني هذا هيك في شيء رمزي يعني قاعد نسويه، وإن شاء الله يتقبل من عندنا هذا القليل ويرزقنا ببركات الحسين وصاحب الزمان وأهل البيت. يا رب يحفظكم، يحفظ العراقيين كلها، يحفظ الأمة الإسلامية ومحبين أهل البيت أجمعين. هسه هاي كيلو ونص حمص، وهاي كيلو ونص لحم شرح عجل. لا تريدون تخلون تضيفون وياه لحم غنم هم ما اشكال، بس لازم لحم عجل. كيلو بكيلو، نص بنص، ربع بربع، ايش قد تردون تسوون. يعني هذا الحمص نفس وزن اللحم لازم يصير. يعني معجون دهن، وهسه راويكم بهارات مبصرة وهيل ودارسين وبهارات ايش عندكم مخبوطة، يعني اكو بهارات هيك مخلوطة، 7 بهارات. هاي هم حطوا شي بسيط حتى لا يضيع النكهة. وهسه نعلمكم طريقة الطبخ. هذا شو اسمه ابني قال سوي اشتغل أول يوم وطاح حسابه أجرته، قال سوي لأبا عبد الله. إن شاء الله يا ربي يوفقه وندعو له رزقه ويحميه، وإن شاء الله دائما على خطى أبا عبد الله الحسين. احنا ما عندنا غيرهم، ذولا أهل البيت ما عندنا غيرهم، هم اللي الأساس وهم السند وهم العون وهم شافعينا يوم القيامة. ما عندنا غيرهم. الحمد لله والشكر على حبهم ونعمتهم. خليكم ويانا. هسه أصدقائنا هذا اللحم راح أقطعه، وراح أقطع لي راس بصل هالقد، 1.5 كيلو. نعم مو هواي البصل، زين. وراح أقطعه وأغسله وش اسمه وأحمسه. وشوفوا شلون الطريقة. هسه شوفوا أصدقائنا قطعته بهاي الطريقة. عادي اشترون ما تردون طريقة قطعوه. هسه راح أقطعه كله وارجع لكم. هسه هنا كملنا شو اسمه ثرم اللحم، تقطيع اللحم. هسه راح نثرم البصل. هنا قطعنا البصل، وهسه راح نروح نغسلهن ونبدي نشتغل بيها. هسه أصدقائنا راح أغسل الحمص. هسه
حمص نغسله ونصفيه. بنات يعني ما سويت تباهي ولا للرياء ولا أي شي، بس حبيت أعلمكم طريقة، لأن أكو هنا هواي بنات ناس تشتهي الثمن والقيمة وما تعرف طريقة العمل مالتها، فهاي طريقة بحتة ما نجفية يعني أهلنا بالنجف. يعني طريقة صحيحة، يعني الطريقة الأصلية. فهاي هنا أنا غسلنا اللحم، شطفناه وشطفنا البصل زين، وراح راح نبدي نطبخن. او هسه راح اغسل ذن المواعين وانا اخلص ونرتب لين ما شو اسمه تستوي الجدر. هسه هنا راح احط دهن، هذا الجدر جدر واسع كون، حط دهن كفاية، يعني انتو عينكم ميزانكم. احطوا دهن عود بعدين اذا شفتوا قليل شو اسمه من تريدون تطبخوها حطوا دهن زين. يعني فالهدف الثاني من يعني صورته حتى تعلمون اولادكم شلون يضحون للحسين بأموالهم أنفسهم، يخلي البركة برزقهم، يعني حتى يعرفون أنه نسوي للحسين يخلي البركة برزقك ويحفظك ويستر عليك. إن شاء الله يحفظ أولادنا وأولادكم، ودائما على حب الحسين نبقى ونموت. هسه أول شي أجيب اللحم. العفو حبابي، أول مرة نحط البصل نشوحه عادي، حتى لا زيت تردون تحطون ولا دهن، حطوا زيت على إمكانيتكم. هسه نشوحه شوية نقلبه، بعدين نخلي اللحم. هسه حندب اللحم، حطوه تقليبه شوية بين ما يسومر اللحم. الحمص ما أنا قعاني أبد، لأن هي هاي الطريقة حتى أنا شنو لا يفصل القشر عن البذرة مالته الحمصاية، حتى لا يفصل. فرأسا غسلوه وديروا له مي، دبوه ديروا له مي، وديروا له شوية ملح، عن يعني بالبداية أول مرة تحطوا له شوية من ملح، يقول لك بالبداية وبالنهاية يقتل كل الأمراض. فهاي شو اسمه راح نبدي نقلبه. إن شاء الله الطريقة تعجبكم، ولا تنسونا بالدعاء، ويا ربي الحسين يعطينا العافية ويعطيكم العافية والرزق والأمن والأمان ببلدنا. هسه راح نخليه شوية بس يتشوح ويصير أسمر اللحم، ندب الحمص والمي. هسه شوفوا بنات شوية قلبناها شويحة بسيطة،
راح ندير الحمص. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على محمد وآل محمد. يا رب اطرح لي البركة. صلى على محمد وآل محمد. هسه راح ادير المي. هسه شوفوا انت راس الجدر راح احط له شوية ملح، شوية ذرات، اقبقه واخليه ساعتين، ساعة ونص، تجون تفتحوه الى شو اسمه مستوي اللحم والهاي المرد بديكم والحمص او الشلة. وهذا نبدي تكملون الخطوات. اذا بعده ترجعوه يستوي، تقبقوه وترجعوه يستوي، وبعدين شو اسمه تاخذ له نص ساعة، والنوب تقومون توشلوه وتدقوه. وهسه راح اقبقه واحط له سيليفون واقبقه حتى شنو كله يتلابس ويستوي من وقت. مو يفور فوره هسه راح يفور. تنصون على العين كلش وتخلوه يتهدر يعيش حياته من هنا لما يكمل. زين عيني. هسه شوفوا بنات غطيته بالسيليفون، هغطيه بالقبق حتى يكبس عليه. هسه راح اخليه من يفور، راح انص العين عليه، احط على عينه الصغيرة هاي واخليه يتكتك وحده يعيش حياته. هذا ينمرد من وقت ويكمل. وخليكم ويانا للمرحلة الثانية والخطوة الثانية من طبخ القيمة. ان شاء الله يعجبكم ومراتنا يوصل ويرزق ابني ويحفظه ويخليه ويحميه. هسه شوفوا بنات هاي عندي شوية بهارات يعني مخبوطة. يعني هاي شوية تحطون، هاي عندنا دارسين مطحون، انه بصرة سودة الطحنوها هسه نطحنها. الهيل، هذا الهيل اصله جبته يعني ريحته كلش قوية، نعم من العطار عندهم. هذا الني. وهذا المعجون يعني مو كله، يمكن قوطية واحدة، قوطية وربع، قوطية ونص، حسب الحمارة اللي تردوها، او نكتفي بقوطية واحدة فنجيب الزايد مو ناقص. يعني مو خسارة، بابا عبد الله هو اللي يظل بيتنا. وجبت هذا الكيس محمول راح اخبطه تمن ويوزعه لاصدقائه. وهاي جوارينا منه كم ماعون، وهاي على قد امكانيتنا، وان شاء الله الله يرزقنا بجاه الحسين ويحمينا من كل شر ومن كل مكروه يا رب، ويحميكم. هنا أصدقائنا جينا نغسل الماعين وراح أعيد لكم المقادير مالت القيمة والاحتياجات اللي تجيبوها. كل كيلو حمص كيلو لحم. تردون تسوون جدر صغير نص كيلو بنص كيلو، مثلا ربع حمص ربع لحم، ومعجون وبهارات مخبوطة ونم بصرة وهيل ودارسين وتمن. ذل الأساسيات. ترمولها يعني راس بصل صغير يعني حسب الكمية، يعني مو هواي يعني بصل قليل. زين. وتحمسون تحمسونه بالجدر وتحطون اللحم هماتينه شوحوه شوية. تغسلون الحمص وتحطوه بالجدر وتضيفوا له مي حار او مي بارد، وتحطون شوية ملحة وتطبقوه وتخلوه ساعتين
ساعتين، حسب يعني حسب اللحم حسب الحمص، ساعة ونص 3 ساعات. اكو بيه حمص شوية قوي، انا ظل صار 3 ساعات، لان الحمص من هذا الثوس اشتريته فتأخر، يعني صار 3 ساعات، يعني طول منا لما استوى الجدر وسويناها وكانت كلش طيبة. وإن شاء الله نظل خدام لبا عبد الله واللهم يتقبل من عندنا هذا القليل. يعني هذا قليل فشي مو بحق الإمام الحسين وتضحيته وعطاء اللي اعطاه وثبت الدين والإسلام، خلانا يعني ميزنا من كل الأديان، عن كل الأديان. فسوينا يعني هاي الكمية 1.5 كيلو، يعني تكفي بال25 شخص أكثر، يعني كلش هواي. يعني احنا وزعنا يعني كلش هواي. وبقى من عدة تمن، بقى من عند شو اسمه القيمة هماتين. يعني كمية كبيرة هاي، يعني 1.5 كيلو يصير لك جدرش كبراتهم. والتمن هاي 5 كيلوات هاي الجونية، ما شاء الله بركة صارت، يعني كلش بركة صار. يعني هي الكيلو إذا تسوون كيلو يعني تكفي بال15 يعني شخص، 15 12 شخص هيجي، يعني كلش هواي بركة. يعني كل مرة أسوي يعني ربع ناكل من عنده ونضوم، نخليه ورا 2 3 نطلعه هماتين ناكل من عنده. يعني هذا ربع يصير بركة، يعني ويا الحمص والجسمة واللحم يصير بركة ما شاء الله. وبركات الحسين وهماتينه، يعني يخلي بالأكل بركة، يعني يصير هواية ما شاء الله. فهنا أنا غسلت الأماعين كملناها بين ما يستوي الجدر وش اسمه وندقه، نخليه وندقه. فإن شاء الله إذا يعجبكم هذا الفيديو وتعلمتوا الطريقة كلش سهلة، واللي يريد لا يظل شو اسمه يعني مشتهي القيمة وهذا ويدورون عليها، فهو يسوي البنات بالبيت، أمهاتنا وبناتنا كلهن شاطرات ويسوون بالبيت وسهلة. ومقاديرها ما تني شوية صعوبتها شوية اللحم، الواحد إذا ما عنده بس على المشتهاية يعني ربع لحم ربع حمص يصير يصير جدرية، يعني 6 7 أشخاص ياكلون من عندها. نحن يعني هاي على قد إمكانيتنا، إن شاء الله يتقبل من عندنا هذا القليل. وش اسمها ابني يعني خطية اشتغل استوى، لقى شغلة واشتغل، فقال ماما أول ما يعطوني فلوس شو اسمه سوى بيهن لبا عبد الله، حتى الله يرزقنا يثبت الشغل إن شاء الله. الله يرزق كل فقير، والله يحمي كل شباب ويستر على البنات ويستر على الشباب. ووزعنا وكملنا. صار خير وبركة. إذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك واشتراك وفعلوا لنا الجرس وحطوا لنا تعليق إذا عجبتكم الطريقة، وطريقة كلش سهلة وما بيها صعوبة.
هسه راح نسوي التمرين. ها، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على محمد وآل محمد. راح بيد بركة. ما توقع عنه. هاي هنا خلينا التمرين، راح نسويه بالزيل صدرته تنشرشو. يا محمد وآل محمد. هسه راح نبزله ونهدره ونفرقع له دهن. ها هسه هذا استوى، اللحم استوى. ها فتفت. هسه راح ندقه، نوشل الماي وندقه. مرقت. هسه عزلنا هذا الماي، شوفوا هسه عزلناه، هذا بعدين نرجعه عليه. وهسه كله راح ندقه هذا هنا. عايشة هو اللي قادرين يوفقكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جيبي معجون يلا. هسه راح نحط بالمدفور، نحط الهيل. نشوفه بعدين من شو اسمه، نحط بهارات من الدفور، نشوف الهيل ريحته. بعدين نحط هذا، نحط معجون ونحط هاي دارسين. آخر شي نحط لهم بصرة. يلا هسه راح نحط ملح. صلى الله على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هماتين بعدين نحطوا لكم رشة، وبعدين ننفر فوق شو اسمه ملوحتها. صلى الله على محمد وآل محمد. يا اللي يريد مراد يطلب مراد ان شاء الله. حسين تحقق امنياتكم. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد وآل محمد. بس حطينا دهن وشو اسمه، هو كلكم اذا تردون انتو زعفران كيفكم حسب امكانياتكم. هسه حطينا ملح
حطينا هيل ودارسين بهارات وخليناها تفور، وشوفوا شكلها هسه صار لونها حلو. هسه راح حطيت شوي من بصرة وهسه راح احط بعد ونشوف حموضتها. خلوها تتهدر وصبوها. هاي هي هنا كملنا قاعدين نصوب. الله يتقبل منا هذا القليل. اي ما عم تمن. الصدق ليش ما تقولي تعال اخذ تم؟